كيفاش نديرو فريكاسي تونسي احسن من تاع المحلات، يجي مشخشخ من داخل وبزاف بنين، يوجد في رمشة عين. سجلوا الوصفه عندكم وتابعوني. للعجينه نحتاج مغرف كبيره سكر مع مغرف كبيره خميره، نزيدو 350 ملل حليب دافي، نخلطهم ونخليهم يرتاحوا مده 10 دقائق. بعد ما تفاعلت الخميره نخلطها شويه ونزيد حبه تاع البيض كامله، نخلط مليح. من بعد نبدا نزيد الفارينه حوالي 500 غرام فارينه، ونزيدو نص مغرف كبيره تاع الملح وزوج مغارف كبار زيت نباتي ولا زيت زيتون عادي، ونحتاجو تاني ماء دافي نزيدوه فيما بعد اذا لاحظتوا العجينه تاعكم بدات تنشف. نبدا نلم العجينه تاعي ونحطها في العجانه، ولا تقدروا تعجنوا غير بيديكم عادي حتى نتحصلوا على هذا القوام يكون رطب وما يتلصقش في اليد. نجيب ريسيبيون ندهنها بالزيت، نحط فيها العجينه وندهن تاني العجينه من فوق ونخليها ترتاح نص ساعه في مكان يكون دافي. وهذه العجينه تاعنا بعد ما خمرت وارتاحت مليح، شوفوا كيفها عاد طريه والوجه تاعها جليس. اذا نديكازيها، نقسم الزوج اجزاء ونفتح الجزء الاول نرش الفارينه، فتحوها على سمك يكون شويه خشين، اطبعوها باي امبورط بياس متوفره عندكم، المهم يكون الشكل دائري. وبعد ديروا شكل تاع الفريكاسي كيما راكم تشوفوا، تحطوه على طرشون ولا على ورق تاع الزبده مرشوش بالفارينه وتغطوهم وتخلوهم يرتاحوا مده ساعه حتى يتضاعف الحجم تاعهم. وبعد تقلوهم في كميه تاع الزيت وتعمروهم وبصحتكم. شوفوا لي كيفاه يجيو مشخشخين وبزاف بنان ومقرمشين تاني. لازم تجربوا وصفتي وتخلوا لي رايكم في التعليقات. ما تنسوش ديروا لي اشتراك ولايك تاني.